الرجاء يعود لسنة 2003 وكان ذلك بمدينة كاروا الكاميرونية في نهائي تاريخي كأس الكاف. وقتها كان مدرب أوري ميشيل والمقابلة انتهت 0 ريميتي واللقب كان رجوي. أيت العريف يمرر والوداد تفتتح حصة التسجيل، يمرر والوداد تفتتح حصة التسجيل، والمسجل ابن الرجاء سابقا محسن ياجور يشعل الفتيل الأحمر في نصف الملعب. ياجور يرجع من جديد ويشعل الفتيل من نصف الملعب. مركب رياضي محمد خالد بالدار البيضاء، ربما هدف تاريخي اللاعب ياجور الذي مر جانبا لما تعلق مع الفريق الوطني في كأس العالم 2005 للشبان. بعد ذلك تراجع للوراء، ولكن لما يأتي للفرق الكبيرة انتعش. لاحظوا ماذا فعل أيت العريف، لاعب بإمكانه أن يقلب فتيل، يقلب مقابلة رأسا اللاعب، مر من نفق الضيق، ما ضاف ما نقص، مر كرة عرضية محسن من نقطة ضربة جزاء يركن كورته بشكل صحيح في الممر الأيمن ويشتعل فتيل الألوان البيضاء والحمراء. والوداد متقدمة منذ الدقيقة 29 بهدف لا سابق من زوايا متعددة. يعني يمكن نقول الوداد نام واستفق على هدف